يمكن معظمنا فاكر ان العالم ما فيهوش غير ديانات اساسيه زي الاسلام والمسيحيه واليهوديه، ورغم الاختلاف بين الاديان دي وبعضها لكن معظمنا بيشوف طقوسها ومعتقداتها عاديه. لكن هل في اديان ومعتقدات تانية ناس كتير بتؤمن بيها لكن تعاليمها ومعتقداتها غريبه وعجيبه؟ قبل ما اجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. الديانه اليزيديه او الايزيديه، ودي ديانة منتشرة بشكل أساسي في إقليم كردستان في العراق وسوريا وتركيا وفي مناطق تانية من العالم، ومفيش إحصاء رسمي لأعدادهم لكن بيقدر بأكتر من 500,000 شخص، وهي تعتبر خليط عجيب بين الأديان زي الإسلام والمسيحية وبين الزرادشتية وديانات فارس القديمة. بيعتبر اليزيديين ديانتهم الأقدم في العالم، فهم بيؤمنوا إن ربنا خلق 7 ملايكة بس، لكن في نفس الوقت ما خلقش شياطين وملهمش وجود، وبيؤمنوا بقصة خلق آدم وحواء. لكن بالنسبة لهم اللي رفض السجود مش إبليس، لا، ده ملاك مقدس عندهم اسمه طاووس. الإيزيديين بيعتبروا نفسهم جنس بشري منفصل من نسل آدم فقط، بينما باقي البشر من نسل حواء، وبيؤمنوا بتناسخ الأرواح زي الديانة الهندوسية، وإن الأرواح بتنتقل من شخص لآخر، ومفيش أي أنبياء في عقيدتهم، والديانة دي ما بتسمحش لحد يدخلها إلا لو الأب أو الأم كان يزيدي، وأغلب طقوس اليزيدية سرية وغير معلنة. ديانة الساينتولوجي ديانة غريبة وعجيبة نشأت في السبعينات، بتفترض ان البشر مجرد اجساد جواها ارواح كائنات فضائية خالدة اسمها الثيتان، والثيتان ده لما تجسد في البشر فقد ذاكرته، وعشان كده اجساد البشر هي المسيطرة عليه. وبيوم من اتباع الديانة دي اللي يقدر بعشرات الالاف حول العالم ان روح الانسان خالدة وبتنتقل من جسم للتاني. ومن ابرز معتنق الديانة دي النجم الاعلامي توم كروز، واللي يعتبر اكبر مروج ليها، ووصل لمرتبة دينية كبيرة فيها. ولأن موضوع الكائنات الفضائية من المواضيع اللي سيطرت على عقل وخيال البشر، ففي ديانة اسمها الرائيلية، ودي ديانة بيعتنقها آلاف البشر برضه حوالين العالم، وأتباعها بيؤمنوا بكائنات فضائية شبيهة بالبشر تعتبر بمثابة الآلهة، وهم اللي خلقوا مظاهر الحياة على الأرض. وكمان ما بيؤمنوش بالروح، لكن بيؤمنوا إن طريق الخلود هو الوصول لتكنولوجيا استنساخ البشر عشان الإنسان يقدر يعيش للأبد من خلال قدرته على استنساخ نفسه كل فترة زمنية. والعجيب إن الرائيلية مقرين بالأديان السماوية زي الإسلام والمسيحية، لكن بيعتقدوا إن الكائنات الفضائية هي مصدر الأديان دي ومصدر وحي كتير من الأنبياء. وكمان أتباع الرائيلية مؤمنين إن الكائنات الفضائية هتنزل في مكان اسمه الهيكل الثالث في مدينة القدس بفلسطين، ومن بعدها تبدأ الكائنات الفضائية في محاسبة كل البشر، وأتباعها بس هم اللي هيرجعوا للحياة من خلال بصمة الحمض النووي لكل شخص، واللي موجودة طبعا مع الكائنات الفضائية. وأما غير أتباعها فالأشرار هيرجعوا برضو للحياة بس عشان يتعذبوا، أما الطيبين من غير أتباع الرائيلية فمش هيتعذبوا لكن مش هيرجعوا للحياة من جديد. لو فاكر ان الهوس بلعيب كرة القدم مش ممكن يوصل لمستويات مجنونة، فانت شكلك ما سمعتش عن الكنيسة المارادونية. فالهوس بموهبة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا وصل لدرجة تقديسه واعتباره بمثابة انعكاس إلهي على الأرض، وأتباع المعتقد ده بيتخطى عددهم 120,000 شخص حوالين العالم، وبيقدسوا مارادونا لدرجة العبودية. والكريسماس بالنسبة لهم هو عيد ميلاد مارادونا على غرار مولد السيد المسيح، والمعتقد المارادوني فيه وصايا 10 على غرار اليهودية وصلاه بشكل معين لمارادونا. وفي قانون إيمان خاص من أهم بنوده هو الاعتراف إن مارادونا أعظم لاعب في التاريخ. مين عارف، ممكن بعد كام سنة نسمع عن ديانة ميسي أو كريستيانو رونالدو. أغلبنا بيشمئز لما بيسمع سيرة الفرق أو يشوفه قدامه وبيحاول يتجنب وجوده بأي وسيلة، لكن الوضع مختلف في مدينة راجستان في الهند. فالفئران مش بس بتعيش زي الملوك في المكان ده، لكنها كائنات مقدسة بيتم عبادتها هناك. وفي معبد شهير اسمه معبد كارني ماتا بيضم أكتر من 20,000 فار بيتم عبادتهم، وبيحظوا برعاية ملكية من الدرجة الأولى، وبيتم تقديم الأكل ليهم وحمايتهم بشكل مستمر من القطط أو أي حيوانات تانية. وبيزور المعبد المئات علشان يمارسوا طقوس العبادة الدينية للفئران ويركعوا قدامهم ويطلبوا البركة منهم. والشخص اللي بيقتل فار فهو مطالب بتقديم تمثال من الذهب للمعبد عشان يكفر عن خطيئته. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.